السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه يا رب. هنايا انا اليوم وجدت لكم فيديو تاع الفواكه، تاع فواكه مشكله من الالف الى الياء. هنايا وسبقت في الحش وراني نوزن فيه لاجينواز، كنت قاسمتها معكم ديجا. ندير كيلو تاع 2 كيلات تاع لاجينواز وكيلو تاع المكسرات محمصين ومرحيين خشين، ونطم بلا كريم وبوغ. فوالا لكن نكمل كامل نوزنهم، نعاود نكورهم مليح مليح كما كنتو تشوفوا. ما نديرهمش جاريين ولا طريين برك، نكورهم مليح ونديرهم في المجمد. بالمناسبه مجموعه وحده طلبت مني وصفه ولا والله ما نسيتها، وسمحوا لي بزاف بزاف. راكم تعرفوا مع الخدمه مع التربيه الواحد يعني ما يلحقش مليح مليح باش برك ندير المونتاج. برك صبروا عليه شويه، راني نمونطي بشويه. سبقت في لي فيديو طوال على جال باش نخلي المساحه، باش نفاصيهم ونخلي المساحه لواحد اخرين. المهم هنا حكمت عندي كيلو ورطل تاع اللوز مرحي، شريته هكذا، هو هذه النوعيه الجيده في السوق. ضفت عليه كيلو و300 غرام تاع السكر ناعم. المهم حنعاود نرحيهم كيف كيف. هو يعني اللوز راه مرحي مليح مليح. نعاود نرحيهم كيف كيف يولي انعم كتر وكتر وحيعطيني نتيجه احسن. والسكر الناعم بلا ما تصيروه، يعني راكو رايحين ترحيوه. ملي سقساوني تانيك على الغوبو هدايا، الغوبو مولينكس كومبانيون اكس ال. المهم هذه هو هنا ما باليش في الجزائر الا راهو ديسپونيبل في المحلات تاعهم في لي ميزون ديالهم. نضيف 3 ملاعق تاع المارغرين، انا درت لابيل هنايا هي اللي كانت متوفره عندي، ودرت عليها 3 ملاعق تاع جلوكوز معمرين. انا كيما على بالكم نضم لاباط داموط نضمها بالماء زهر نقصان، يعني السكر بلاصه السيرو. احنا ضفت 3 ملاعق صغار تاع لافاني. قلت لكم الماء زهر تاني حيعطيها نكهه طابع جزائري تقليدي، ما عندي ما نقول لكم. فوالا نجي نطم غير بشويه، نسبق وين هذاك المزيج تاع المارغرين والجلوكوز، نبدا نشمخ هكذا ونطم. كل ما نرمي شويه ماء زهر هكذا نجوز كاع على هذاك اللوز ديالي اللي في الجفنه بهذا الشكل. نحك الماكسيموم باش هكذا ما يغلبنيش. على بالكم بلي الا جاكم جاري بزاف اللوز قدروا يطيحوا في لوز يشرب. انا ما شفتش لوز يعني ديروا حاجه جاريه ويشربها، حاجه الا خليتوه يعني ماشي مغطي راح يدير اون كروت ويبس ويولي يتشقق معاكم ويخرج الزيت. المهم بهذا الشكل بالعقل بالعقل ماشي على ضربه، بهذا الشكل حتى نتحصل على عجينه ما تتشققش. نديرها كي نديرها اغوب هكا حربوش عفوا ما يتشققش معايا، معناتها راهي طريه بما فيه الكفايه ماشي جاريه. وانا بهذا الشكل. وانا مادام عندي يعني انواع بزاف راح نخدم بطريقه تقليديه وشويه عصريه. معناتها راح نلون، كاين لي نقسم لاباط ديالي راح نلون بعضها وبعضها حنخليه هكذاك ابيض، يعني حنستعمل التلوين تاع لاباط ونزيد بالسيفلور بهذه الطريقه. يعني دوك تشوفوا معايا الطريقه. انا على بالي عدد الحبات اللي مثلا نسحقهم صفوره، الاناناس للهندي للقارص صافي. نحسب شحال عندي من حبات، راني حابه نشكلهم باللون الاصفر ونوزن. انا ندير في الحبه 45 غرام. هنا استعملت البودره والجال. انا راني شريت هاد الخطره جال دكتور بوست هذاك الكبير بزاف هايل. ديروا هكذا نقطه يخرج هايل. هنا كنت مازال ما شريتوش ما فيا بهدايا
تاع هاد العلب ولا بودره ماشي وحده، باش ما تكتروش منه. وعلى بالكم بلي فيه الصوديوم يعني مالح، ما نستعملوش دائما بهذا الشكل. غير قسمه يدخل لي الملون ونحبس باش ما نغريسيش اللوز بهذا الشكل. ومن بعد نزيد عندي حنلون باللون البرتقالي، ونخلي تانيك الابيض ندير به المندرين المقشره، كنت درتها معكم في الفيديو، وندير به الخوخ غادي نخليه ابيض وندير له اللون نطرشو بالقرونه. وحندير بخسيس اسمه نورمالمون انا نقول له كرموس، ماما تقول لي ماشي كرموس، الكرموس تجي يابسه واسمه بخسيس. المهم درتو فيولي خليته ابيض، وانا درت له التلوين. كل مره كيفاش نديرو، ساعات ندير هذيك الباكوره خضراء عاديه، ولا ندير هدايا الكرموس يجي قصير عليه فلاكو ديالو شويه وفيه الخطوط بزاف. دوك تشوفوا يعني معايا في التشكيل. لكم الميزان نوزنهم 45 غرام. الحشو ما نسيت باش نقول لكم نوزنه 35 غرام. الحشو تقدروا في نفس اليوم ديروه صباح ويجمد لكم عادي تخدموه في نفس اليوم، ولا ديروه نتوما في الليل هكذايا حتى تهناو كي تنوضوا الصباح تبداو تخدموا ديريكتومون. مهم جدا لازم من الكونجيلاتور الحبه باش تجيكم هذيك الخدمه نقيه والفاكهه هذيك واقفه تقول تاع الصح. ودبروا راسكم. انا نخدم كيما وريت لكم ديجا في الخوخ، نسقم لاباط ديالي كاش 10 حبات ولا، ونروح نجبد من الكونجيلاتور بلا عجز ما نجبدش على خاطر نقعد قدام الكونجيلاتور، ونحط فوقهم هذاك الحشو ديالهم ونبدا نجري نخدم فيهم باش هكذا نخدمهم وهما هكذاك متجمدين. ما نخليهم شويه ما والو، باسكو تخليهم شويه حين يطلقوا الندى فوقهم وحيدي كولاو على لاباط دامونت، وكسو حيديروا لكم واحد لي بول داخل نحن في غنى عنها. نخدموا بهذه الطريقه اللي تقدر تخدم بالزوج اللهم بارك، بالوحده اللي تتعلم، ثلاثه حتى تمشيدها. نوزن كامل على خضره ونكورهم مليح، راني نوزن ونحط ومن بعد نكورهم مليح نغلفهم تري بيان، ساشي من التحت ساشي من الفوق. المهم تغلفوهم تلصقوا بيان فيهم الساشي ولا البابي فيل باش هكذا تضمنوا باللي سورتو كي تكون كونتيتي ما تجي تلحقي تكمليهم بالك تجيها تكون تنحلها ساشي بالك تنشف لك. حاضروا في هذه الحاجه، لازم يكونوا هكذايا محضيين. المهم نوزنهم كامل كيما راكم تشوفوا. هنا للامانه انا نسيت شحال خرجت لي اكزاكت، ما نكتب. المهم تقدر تخرج لكم حتى 70 حبه نورمالمون. فوالا نجي نعجن هنايا اللي خليتها بلا ملون، مام اللي لونتها قلت لكم رايحين نزيدوا لها التلوين بالطريقه العصريه. وبهذا الشكل حتى نكمل. كنت قلت لكم ديجا بلي انا نحب الفيديوهات اللي يكون كل فيديو خاص بنوع من الفاكهه، سورتو المبتدئات حديري قدامها 10 حبات هكايا حتلزق في راسها، ولا حتحط الفيديو قدامها وتحاول هي لو كان ب50 غرام ولا ب100 غرام تاع اللوز. المهم اللي حب تتعلم لازم دير لو با. ولكن يعني ما عنديش كامل في البلاي ليست تاعي فيديو كامل على الفواكه. قلت ندير جهدي باش نصور مع لا كوموند، دخلت لي شغل كوموند في كوموند. المهم حاولت ماكسيموم نصور كامل لي زيتاب. دي فوا تهرب لك حاجه ولا زوج مي الله غالب. كان طالب يعني تا وحده صديقتي متابعه يعني على القناه، تحييها بالمناسبه، طلبت مني فيديو كامل على الفواكه ماشي شغل بشويه. هنا تانيك اللون البرتقالي اللي حندير به التينه
المكونات: الرمان، فوالا، المشماش تانيك. هنايا جبت حبات من التشكيله، وراح نوريكم كل حبه كيفاش راني حنديرها. هنا يعني توسوست شويه مع الكاميرا مع يديا كيفاش كنت شويه مالالاز. قلت ان شاء الله برك نقدر كيما يقولون نوصل الفكره يا ربي بهذا الشكل. هذه الخوخه تخرجوا لها هذيك لاكيو غير شويه هكذايا. قيس القرصه تاع نص تاع صباعكم، نص تاع لو دوا هذاك المفصل هنايا نصو، ديروا به لاكيو وتسقموا. انا نحب الفاصل اللي تخاص، كل واحد كيفاش يدير. شو انا هاد لو بيك هنايا هبلني، انا كما يقولوا انا كنت خدمت به وخليته وخليت هاد لا كونتيتي على جال الضو، جيت خدمتها قدام الضو. يعني من الاحسن يكون مغسول مليح باش هكذا ما يجبد لكمش العجين. المهم بهذا الشكل كما يقولوا الخوخ. انا كنت درتو في فيديو وحده، درتو في الجون ودرجتو بالاحمر، جاتني كشباب. الخوخ كل واحد كيفاه يديرو كما كنت قلت لكم ديجا، فوالا هكذا. والفاكهه يعني ولا غير فيها مجال كبير للابداع، اللي حبت تبدع ودير هكذا حاجه خاصه بها عليها على الفاكهه، بس كل وحده كيفاش تخرجها. انا وحده نخدم مع ماما نخدموا يعني كلش كيف بصح كاين حاجات يختلفوا منهم الفاكهه ما نخرجوهاش كيف كيف، الهندي ما نخرجوش كيف كيف، الخوخ كيف كيف، القارصه انا نديرها شويه طويله، هي ديرها بومبي في الوسط. بزاف حاجات ما نخدموهمش على يد وحده. هنا درت هذيك البخسيسه، خرجت لها اون كيو هكذا غير صغيره كي الزربوط. حاولوا تشكلوا زربوط على خاطر ليتاب تاع الزربوط معنيه بشحال من فاكهه. لا باز ديالها هو هذا الشكل. تحكموا هذا لو بيك ولا بكوبات ولا الجزء العلوي تاع المغرفه، المهم بهذا الشكل. العكس تاع الباكوره نخدموها من الفوق لتحت بلا كوبات ولا بلا مغرفه، هي هكذا نشلطوها بهذا الشكل. صح كاين يعني بعض الفواكه في التشكيل تاعهم شويه كومبليكي، بصح كاين نجي نشكل تاني لا دومي بوم. كوروها بيان كامل الفاكهه، لازم تليسيوها مليح هكذا كي تكونوا ديروا كويره. نطلعها كيما نطلع التفاحه هكذا بالجزء السفلي تاع يديا اللي راهم اون كونتاكت مع البون طرافاي. هكذا طلعوها توجور تشوفوا لي غوتوش، يعني ما تكونوش جهه بصوها بيدكم ولا لازم كاع تفيريفيو وتولوا تخطوها غير بالعقل هكذا. انا الحشو مادام راهم مجمد مليح ما حاش تاخذ لي بالخف، راح نحاول نعاونها بيدي ولا نخليها بضع ثواني هكذا فوق بلون طرافاي باش نخدم لها هذه الخدمه. نحاول هكذا نعطيها الشكل تاع مسطح من الفوق بيدي. هنا كل وحده تخرج يعني الابداع تاعها والشكل اللي راهو في بالها. نقسم بهذا الشكل ومن بعد ثاني من الجزء السفلي قلت لكم هنا كل وحده وتخرج يعني الحاجه اللي تشوف فيها بلي هذاك هي هنا. هاد الطابي هدايا بزاف يعاونكم سورتو مع لاباط دامون، شتو شغل تحب تلصق تحب فوق هدايا راح يعاونكم بزاف. فوالا نجي ندير هذيك الفتحه. انا عندي هاد الطابع فيه دويره وتقدروا باي اداه واحده اخرى فيها هكذا دويره. فوالا بعد انا عندي هيدا سانوج برك ندير حبه هكذا وحده من هنا
الا كانت لا شغل ناشفه لاباط ديروا بما ظهر. وشنو لازم تمتم ديروا لها هاد سينو محشي نلصقوا لكم مام الدويره هذيك لازم تمتم غير تخدموها ديروها. فوالا. وكامل الفواكه ما عندناش الضغوه نديروا ايطاب ونحطوهم ونجو نعاودو نمسوهم. لازم تشكليها كامل على خطره وتحطيها من الاحسن لنتيجه افضل. بهذا الشكل نجي ندير حبه واحده اخرى. نليسي تري بيان هكذا بين يديا. راني نحاول نشوف اذا راهي تبان الخدمه ولا ما هيش تبان. نطلعها بهذا الشكل. راني حندير اللانجاصه. اللانجاصه يعني تقريبا هي السهله. شوفوا ديروا شغل هذاك الشكل قلت لكم شغل زربوط، بعد تجوا هكذا بيدكم تخدموا هذاك الفوقاني ديالها راسها. فوالا. هنا بهذا الشكل كي ندير ندير الحبه تاع الفاكهه بين زوج اصابع واليد التحتانيه راني نفاصي في لي تراس تاع يدي. فوالا. نحاول ماكسيموم نعطيها الشكل تاع اللانجاصه. بيان سور استعملوا المخيلات تاعكم، كل وحده تخرج لانجاصتها. هنا استعنت بالاضاءه تاع الطبيعيه تاع الشمس. ما على باليش اذا قدرت نوصل صوره مليحه. نزيد ندير حبه واحده اخرى هنايا. شوفوا كيفاش نخدم. شو هذيك نخرج لاكيم من زوج جوايه ونليسي توجور. شوفوا بهذا الشكل. نجيب هذا لو بيك ندير هذه الحفره وندير هكذا بيدي. فوالا الهندي بهذا الشكل. هنا ما نستعمل حتى دهن. الا شفتوا ما قدرتوش تجيكم ليس ولا راهي تتفتت لكم ولا تتلاصق، استعملوا شويه تاع المارغرين بين صبعتيكم هكذا وخدموا. انا ما نستعملهاش بصح تقدروا يعني تستعملوها ولا تشمخوا يديكم بالما زهر شويه ابان ماشي حاجه باش زعما تيفيتي ويتلصق لكم. هنا درت الحبه تاع القارص. شوفوا هذيك لاكيب تاعها خليت لي تراس تاع صبعتيه هكذاتيك. والجهه الفوقانيه ما درت لها شغل اون بوينت. فوالا. ودورتها في هذيك لاغاب باش دير الشكل هذاك المحبب. هنا نجي ندير ثاني الحبه تاع التشينا نكور بيان ليسيها نعطيها شكل دائري ندورها في لاغاب. القرصه شتو حتى درت لها الشكل ديالها باش درتها في لاغاب. العكس التشينا العكس نديرها قبل هي هكذا مكوره نجوزها ومن بعد ندير لها بهذا لو بيك اللي فيه لي تراس هكذا. ونجي ندير خطوط طوال وخطوط قصار هكذا. نحطوها بجه. نزيدو نديرو لا غراناد رمانه. عفوا المشماشه. فوالا نسيي نحطها بجه هكذا. تقدروا تخلوها مدوره وديروا لها الخط هذاك في الوسط سي تو طافي نورمال تجي شابه. انا طلع شويه هاد لا بوينت وحبت لها هكذا بجه ودرت هذاك الخط في الوسط. قلت لكم كل وحده والفاكهه اللي تعجبها النوع اللي يعجبها والشكل اللي يعجبها. انا هذا اللي معتمداته صراحه يعني من داك نبدل في طريقه التلوين ولا بصح هذا هو الشكل اللي معتمداته بين تقليدي وشويه عصري. هذه هي. فوالا نجي ندير هنا نشكل حبه واحده اخرى. هنا حندير الانانا. شوفوا ندير هيك شغل حندير لانجاصه وما نطلع لهاش راسها بزاف. الانانا تجي بزاف شابه في وسط التشكيله تاع الفواكه. نديرها بهذا الشكل نديرها
كما يقولوها قاصفه شويه. فوالا هكذا. وحنجيب مقص. عفوا في الاول نجيب الكاكاو. انا الام تاعي تكورها فيه، انا لا انا نجيب هكذا نعطيها جوست هكذايا ضربات خفاف. نحب يقعد شويه داك الصفر شويه يبان. نجيب المقص اذا شتو هي تقديروه في الكاكاو وديروه هكذا قصات بشكل طولي، ماشي رقاق بزاف وماشي داخلين حتى لافاخس، بين وبين. من بعد بين كل قصه وقصه نزيد ندير قصه واحده اخرى. فوالا تحصلوا على هذا الشكل. وكاين اللي يخدموها بطريقه واحده اخرى بلو بيك برك ما يقصوش. فوالا حتى للفوق. ونخلي بلاصه الاوراق دو بريفيرون هكذا تجي كما قلت لكم قصيره، وباش تجي سميمه هكذايا احسن. واللوز يلعب دور تاني كبير بزاف. لازم تكون نوعيه فريمون جيده. ما تحش نستعمل نوعيه تاع اسبانيا ولا تاع لوكال وبعد تخرج لي الزيت وحش تخرج لي نتيجه بالشابه. وما من كاين حلواجيات اللي تجيبوا لهم اللوز. انا وحده ما فين يجيبوا لي، كاين بزاف اللي يجيبوا لي هما اللوز. شوفي ما تاكسبتيش برك تاع الفاكهه، ماشي لامبورط لوز يجي في الفاكهه. هنا حندير الرمانه، حنطلعها هكذا كي التفاحه، نكزاجيري شويه في نجدوها. ومن بعد نجيب هذا لو بيك على شكل ستيلو ونبدا نطلع لها في رقبتها لاكو ديالها هكذايا. من بعد نجيب المقص ونقسمها يا على 4 يا على 5. شو كي ديروها على 5 تجي بزاف دقيقه والخدمه تاعها ها شوفوا هاي ديك لاخر طارت. مي تقدروا تعاودوا تلصقوها تسوي تكون طريه. فوالا تحطوهم بهذا الشكل باش تحصلوا على شكل شبه تاع الياسمينه، وتبلاطيو وتبوانتيوه هكذا. ومن بعد تجيبوا شويه قطامر تحبرملو، تطويو كل واحد على زوج، واحد 3 ولا تشوكوهم في الوسط باش نتحصلوا على دوك الشعيرات اللي يجوا في الوسط تاع الرمانه. فوالا نسقم هكذا بهذا البيك، نزيد نطلع نتحصل على هذا الشكل. يعني حبيت نوريها لكم برك ما كانتش في التشكيله. شوفوا شويه اجواء تاع باقي الفواكه تاع الطلابيه. ان شاء الله نكون حاولت هكذا نوصل لكم الشرح ديالي، ان شاء الله يكون مفيد، ان شاء الله تفهموني. فوالا وشويه تحفيز ثاني، كاين بزاف اللي حابين يدخلوا في هذا العالم تاع الحلويات وعندهم ايزيتاسيون، يقدروا هكذايا يتعلموا بزاف حاجات من اليوتيوب. ان شاء الله نكون من الناس اللي تموتيفي وتحفز وتقدر تمديا لو كان شويه في هذا العالم. كما راكم تشوفوا كي تولوا توالفوا تولوا الحبات كامل يخرجوا لكم على يد وحده، خرجوا كاع كيف. انا هنا كانت ماما دخلت روحها شويه راه خدمت معايا، بالك تشوفوا شويه اختلاف. لو كان صورت مليح تشوفوا شويه اختلاف في الخوخ، هي متخرجش بزاف هذيك الزعكه ديالو. عفوا. والقارص تاني، القارص قلت لكم ديروه شو مكور في الوسط بومبي. فوالا هنايا درنا كوارات اللي نديروهم مندارين مقشره، نديروهم شو الشكل تاع التومه كشو في صوص على 8، نديرو 8 خطوط هكذايا بلا كوبات، ونغلفوها بين روبون بلاطي وبيان روبون هكذا تاع فدامون وندوروها ليها اللي سيو تري بيان، نسقموهم لتحت ونقشروه شويه ومن بعد تتلون بالبانسول. لكم يعني الفيديو اكثر شيء يعني تحفيزي، هو جا طويل شويه من الله غالب باش يكون يعني يستوفي كامل المراحل ويستوعبها. فوالا بهذا الشكل. كاين هذا النوع من الفواكه اللي يعني بازيك كما شفتوا معايا الحشو كلاسيكي عادي، يعني على حساب السعر طبعا.
الحشو يكون عادي وبيرسوناليزي. يقدر يكون في الحشو هذاك محشو بكرة تاع الشوكولا والبندق، يقدر ديزانسار واحد اخرين، بعض الاحيان قطع تاع معجون فواكه، لي كريم. مي هكذا كيما يقولوا هذا تقليدي، ويعني بصراحه انا لي كومون تاعي تقريبا كامل هكذا بازيك تقليدي. ويعني شنو مهمه، ماشي زعما حاجه واش عليا ولا كي تدخل حاجه جديده معناتها رايحه تريب حاجه قديمه. نو با دو تو. كيما كنت تشوفوا كاين دي موديل هكذا في الجديد، ماشي قدم بزاف. نبكري يعني كانت المندارينه كثرتها الخوخ، وكانوا يديروا لون واحد في لابواط. دوكا نو، دوكا ينوعوا كل واحد واش يطيح له في زهره. حوالي يعني في كل نوع كان كاين واحد 10 12 من كل نوع. هنا كانت ما كفاتنيش، نسيت المندارينه، زدت خلطت اون بات داموند باش كملت. انا الحشو دائما ندير بزياده، يعني دائما عندي تقريبا واجد، الخطر كاين دي فوا لي بوكس على غفله، دي فوا لي بتيت كونتيتي. يعني من الاولويات اللي تشريهم الحلواجيه كادوات يعني فعاله، الفريغو، ان بون روبو. تاني لازم لها فرن يكون يطيب مليح الحلويات التقليديه. كما انا قلت لكم مازلني معتمده فرن السعاده لحد الان، يعني كما شفتوا وريت لكم ديجا قدام لي، وتلمو كنت نطيب فيه البقلاوه بزاف، كثرت عليه. كانوا عندي سنيواتي كانوا جدد كانوا توجور شغل يسيلوا كانوا الحواف ديالهم ماشي مغلوقين مليح، ما كنتش نعرف نخير. ومن بعد قالوا لي بلي خليهم يتحرقوا الكوانات هذوك مليح بالماده هذيك كما يقولوا العجين هذاك ما يتشتوش تراكم في جوست في الشقه هذيك، ماشي زعما كي تغسلي جوغ ما تحكيهاش مليح، ما ديريلهاش برودوي باش ينحي لها هذوك ليدام. مع الوقت تغلقوا هذاك الشقايق نورمال. مي وخذوا لي الفوق، وكنت نغسلوه بالماء، بت نجيب تيو وندير له كاع البرودوي ونحكو ما ينشفش مليح. صافي تقريبا شويه هكذا في لو فون ديالو. كيما على بالكم هو ماشي حاجه فريمون ماشي اينوكس ولا غير حليات. صافي بدا يتصدد، صافي يقول لي عاوديني. فوالا كما كنتو تشوفوا هنايا التلوين الخوخ طرجته بالاحمر دو بريفيرونس. قلت لكم جال دكتور غوست هذاك شغل جي تيوب كبير اللي يجي شغل غرونا. في فيديو كما يقولوا واحد اخر نوريكم كيفاش داير، ماشي حمر جاي رايح شغل غرونا. طرشوا به الخوخ شويه برك نقطه دير لكم لون الشباب. انا كان عندي ديجا منه كنت ندير به الطليه، مي شريت هادو ما جدد سيتهم للفاكهه جاو روعه. فوالا هنا جيت نلون تانيك هذاك البخسيس درتو فيولي. قلت لكم كل مره كيفاش ندير. انا هاد الخطره درت له شغل ديغراداسيون. شوفوا اللون الاولاني اللي حنستعملو هو ملون احمر، ذوبته في المزهر وزدت عليه نقطه فيولي. فوالا تحصلت على هذا اللون. انا هذا اللون ما نديرو نخلي هذيك الفوقانيه ديالو بيضه وندير له من تحت يجي تانيك بزاف شباب. انا اليوم درتو هكذا من الفوق، درت له هذا اللون ومن بعد جبت فيولي كي خصيته شويه بالابيض، شويه بالابيض خطر بزاف حامق. الفيولي تاع لا مارك ويلتون، يعني هذا اللي خدمت به ونخدم به تاني الفواكه هذه الماركه. مي قلت لكم يعني صبت باللي هذا الدكتور غوست عنده ملونات شابين.
شوفوا في التصوير انا عندي الاضاءه شويه ماشي مليحه، ما حاش يبان لكم مليح، بصح هو خرج بزاف شباب في وسط الفاكهه. الفيولي هذاك شباب بزاف، ويعني قريب بزاف للون الحقاني تاعو، يعني اللي يشوفو يعجبو. ومن بعد زدت درت فيولي بيور، ودرت هكذا شغل بتي ديغراداسيون. شوف درت هذا الفيولي اللي قلت لكم كي خسيته شويه، من بعد جبت فيولي ساك وزدت درته. في الكاميرا ماهش حيبان مليح مليح، مي ولا غير يعني قدامكم تشوفوه بزاف هايل. ومن بعد قال لي بابا شافهم عجبوه، قال لي باللي بصح ديري له شغل فلقيه شويه. رحت جبت كوبات ولا غير يعني زدت درت له هكذا، دخلت له جوايه هكذا جهه على جهه، جاتنيك بزاف شباب. هنا ماما راهي تخدم، فوالا راهي توزن. كان قلت لكم الطلبيات داخلين في بعضهم بزاف، ماشي تاع انسان واحد. هذه عندها بوكس، وهذه عندها عرس، وهذه عندها طلبيه لون واحد مثلا الفاكهه، كل واحد واش كان عنده طالب. وكما يقولون المعاونه تغلب السبع، مي ولا غير يعني نسحقوا اليد العامله، حلويات يسحقوا بزاف اليد العامله. كي تكون هكذا طلبيات بزاف قد ما يكون اللي يخدم قليل. الحمد لله يعني قدرنا نكملوا في كامل طلبيات في المواعيد تاعهم، هذاك هو الصح. ربي كما يقولوا هو اللي دار لنا القدره. المهم قلت لكم صافي هاد الظروف ما خلاونيش نصور مليح وكامل. وكما لاحظتوا كنت دايره نيله شغل نباش على الفاكهه الاخرى باش ما نقيسهاش، باش تخدموا كما نقولوا بخوف. هنايا جبت شويه تاع الاورانج، زدت درتو هكذايا في الفاكهه اللي تلون بالاورانج. كي درت تلوين بالفيغ بيستاش ما حكمتهاش في لا كاميرا، درت شويه في القارص، شويه في التشينا، وبيان سور الهندي درت نص اورانج ونص تاعو شقر مايل هكذايا بالفيغ بيستاش كيما راكم تشوفوا. هنا جيت ندير له القطات ديالو كي نشف. تقدروا ديروا شغل الكاكاو تخدموه هكذا شغل طليه مع البيض تاع البيض، ولا سينو شيكولا انا ما تساعدنيش الصراحه. كي نكون درت المقاطع نحط قدامي ما سخون فوقو هكذا طبسي، وقعد غندو نسخن فيها باش تعاود تطلق روحها. احسن حاجه تخدموا هكذاك شغل كلاصاج رويال بالكاكا وتخدموه به هايل، يلبس بالخف ويساعدكم بالخف تنقطوهم. فوالا بهذا الشكل الهندي محبوب الجماهير، ما كاش اللي دير تشكيله تاع فواكه ما ديروش بصراحه، لازم يديروه. اللي ما عندهاش السيفلور ما ديرش الفيغ باسكو يدخل لها الفيغ مع الغوج. طرشو غير بالاورانج، يكون هو في الجون طرشو بالاورانج سا سوفي، تخليه ينشف ودير له نقاط يجي لاباس به. ما ديروش الفيغ باسكو الفيغ باش بلا بغوص ما يخرج لكمش هاد ليفي. وهذيك بشيت هذيك اللي بزاف يخدموا بها صراحه انا ما سيتهاش. سيت هذيك تاع كانوا يقولوا قرعه ريحه هذه بكري قبل ما نشي سيفلو. تشمخ بزاف الفاكهه، ما تعطيش لي في تاع السيفلو بصراحه، يعني رايي بصراحه هذه هي. نقدر نقول لكم زعما ديروا هكذا، مي انا حاجه سيتها وما تصلحش مليح. وكاين حاجه تانيك الفاكهه لازم تنشف باش ديروا لها لا كولوراسيون هذه، كسوا بسيفلور ولا بلا بروس ولا كل حاجه تلعب دور تاعها. المهم هذه هي لا فيديو ان شاء الله كما يقولوا ما نكونوش ثقال عليكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. وما تنساوش تشجعوني في التعليقات ديالكم، يعني ما شاء الله الحمد لله كان كما يقولوا دائما ايجابيه ما شاء الله. ان شاء الله نكونوا دائما هكا، تقعدوا دائما هكا. عفوا انا غير ملاحظه تانيك في الخوخ نسيت باش نقول لكم، تقدروا ديروا له لافارين تمسحوه بالخف بالبانسو تنحيولو باش يدير لكم هذيك لابوت باش. انا ما درتش جينيرالمون مانيش نديرها ويخرج هكذاك يعني شباب
والله اعلم. المهم هنا ماما كدير في الاوراق. فوالا. ما كانش عندي الوقت باش نخدم لا باتا سكر فيغ بيستاش. شريت لا مارك وان ميكس نخدم بها جينيرالمون مام الورد، تخرج مليحه ماشي غاليه بزاف. دائما الواحد يستعمل حاجه تكون مليحه، وما تكون ماشي شرط تكون غاليه، تكون دي فوا لا كاليتي ديالها سيتيها خرجت لك مليحه. هذيك هي تقدري تعتمديها وعادي. قد ما تنقصي في لي فخي قد ما راح تكون السعر تاع الحلويات ديالك في متناول الجميع. نحوش نستعملوا يعني نكزاجيرو في كلش، نجيبوا حاجات غاليين ومن بعد يطلع البخي بزاف ونقولوا حنا لا لا رانا نخدموا بمواد وش المواد، الله يهدينا وخلاص. المهم ماما كانت دير هنايا في الورقه تاع لانانا كما كنتوا تشوفوا، دير ان غوبون تسقمو بالموس ومن بعدك تطويها على 3، تقطع تشرشفو بالمقص، تعاود تحلو وتروليه بهذا الشكل. فوالا دير شويه تاع ما زهر وتلصق هذاك الورقه، تحلها هكذا بلو بيك بهذا الشكل تجي بزاف شابه. لا نانا ما تقدروش تصوروا شحال تجي شابه في وسط الفاكهه، سيوها مانيش نشوفها تدور بزاف. وهنايا يخلص الفيديو تاعنا، نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله.